المنتخب المغربي صراحة قوي جدا، قوي جدا. هو أحسن منتخب عربي حاليا، ولا يوجد له منافس في العرب. هو الأقوى من حيث الدفاع، من حيث الهجوم، من حيث وسط الميدان، يعني حراسة المرمى، في كل المراكز قوي جدا. وسيكون المنتخب المغربي الحصان الأسود في هذا المونديال، لأنه كشر عن أنيابه وأظهر مستواه الحقيقي في هذا المونديال. يعني تربح منتخب بلجيكي بكل نجومه بسهولة، ثم تتعادل مع كرواتيا، وكنت قادر تفوز لو لم تكن لديك الثقة. كنت قادر تفوز على كرواتيا، وفزت على كندا في المباراة الأخيرة أيضا بسهولة تامة. يعني لديه لاعبين ممتازين جدا. النصيري لاعب ممتاز ممتاز ممتاز، يعرف يتمركز، وهو مهاجم من طينة الكبار. لاعب آخر أظن اسمه مرابط، لاعب ممتاز جدا في الارتكاز واسترجاع الكرات، ممتاز وخطير. أعتقد أن المنتخب المغربي على الأقل سيذهب لنصف نهائي هذا المونديال، لأنه لديه تكتيك جميل من المدرب. مدرب ذكي جدا، يعرف كيف ينتصر، ويعرف كيف يأخذ الكرة، ويعرف كيف يدافع. يعني في كل لاعب من لاعيبة المنتخب المغربي أصبحوا لديهم ثقة ولديهم تمركز جيد. كل لاعب يقوم بدوره بأحسن مستوى وأجمل مستوى. لاحظنا زياش كيف يتمركز جيدا، واستغل خطأ الحارس وسجل هدف، ولا أروع من اللوب يعني فوق الحارس والمدافع أيضا. ثم لاحظنا النصيري يسجل هدف، ولا أروع، يراوغ ولديه سرعة كبيرة. أعتقد أن المنتخب المغربي لو يحالفه الحظ يعني والحكام يكونون يعني عادلين، لأن نعرف أن الحكام في المونديال يميلون إلى المنتخبات الأوروبية ومنتخبات أمريكا اللاتينية. إن شاء الله الحكام لا يكونوا ضد المنتخب المغربي في هذا المونديال، لأنه لو التقى المنتخب المغربي مع منتخب مثلا ألمانيا، وغالبا ما يكون ألمانيا، منتخب المغرب سيفوز عليه بسهولة، لأن المنتخب الألماني ليس ذلك المنتخب الكبير والقوي. منتخب المغرب أقوى منه في جميع المراكز. في الهجوم المنتخب المغربي أقوى، في الدفاع أعتقد أن المنتخب المغربي أقوى، في وسط الميدان أيضا المنتخب المغربي أقوى. سنفوز على المنتخب الألماني إن شاء الله لو التقينا معهم في الدور 16، سنفوز عليهم بسهولة. كذلك في الربع النهائي لو يلعبون بنفس الروح ونفس العزيمة سيتأهلون إلى نصف النهائي ولما لا النهائي. والمنتخب المغربي ممتاز جدا، وهو راح يكون الحصان الأسود في هذا المونديال. هذا ما لدينا اليوم. اشتركوا في القناة لمن لم يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.